السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. صباح الفل. النهاردة بقى ولادي نزلوا المدرسة وجوزي مش على الشغل، فقلت يلا بقى نعمل فطار كده على الرايق ندلع بيه نفسنا. بقالي فترة بقى ما بعملش حاجات حلوة زي كده وناسية نفسي في الفطار خالص. فالنهاردة قلنا نعمل سندوتش السعادة او فطار على الرايق طعمه حلو وسهل وسريع. اول حاجة كده جبت فلفلاية وقطعتها في الطبق، وكان عندي بيضايه وكان عندي لانشون وكان عندي جبنه رومي ورغيفين فينو زايدين من سندوتشات الولاد. قطعت كده الفلفلايه وبعد كده هنزل عليها بالبيضايه. البيضايه كانت كبيره فعملت معايا الرغيفين اللي هم الصغننين دول. هنشوفهم دلوقتي مع بعض. فعلا سندوتشات السعاده حاجه كده طعمها حلو جدا، وفطار بقى تغيير عن الفول والطعميه والجبنه العاديه وكده. لا، هندلع نفسنا النهارده وفطار فعلا على الرايق. نعمل كده فطار في البيت وانت قاعده لوحدك كده مع كوبايه الشاي، احساس تحفه يعني. نزلت كده كمان بشويه من الفلفل الاسود، وهنزل كمان بشويه من الملح، وهحط الوقت بقى الطاسه بتاعتي على البوتاجاز عشان نكمل بقى سندوتش السعاده. فلازم ما يكون معلقه من السمنه البلدي، هتفرق جدا معاكي في طعم السندوتش. فانا كان عندي سمنه بلدي كده، نزلت بمعلقه سمنه بلدي في قلب الطاسه. وهنزل دلوقتي زي ما انتم شايفين بالبيض بتاعي، البيض اللي على فلفل. فعلا البيض مع الفلفل طعمه حلو جدا يا بنات. الطاسه كانت سخنه فالبيض على طول عمل معايا كده زي ما انتم شايفين. زي ما انا قلت لكم البيضايه كانت كبيره، فقمت جايه قسمها من النص كده ان هي تعمل معايا الرغيفين علشان هعمل سندوتشين. حطيت كده الرغيف في نص البضايه، والنص التاني برضو هحط الرغيف. فعلا طعمها حلو جدا يا بنات، وسندوتشات تحفه، وبالذات لما تحمصيها بقى في السمنه البلدي يا سلام. فعلا سندوتش السعاده وفطار على الرايق. انت ممكن في الوقت ده او في المرحله دي تكتفي بالسندوتش كده، تقلبي بقى السندوتش يمين وشمال لحد ما يتحمص معاكي وياخد لون ويبقى طعمه حلو. بس انا ما اكتفيتش بقى، انا بقول انا بقالي كتير ناسيه نفسي وما بعملش اي حاجه حلوه. فقلنا بقى نفطر فطار على الرايق، وفطار ايه حلو كده. فمادام فطار على الرايق وفطار حلو، فانا حبيت ان انا ادلع السندوتش اكتر. وبالنسبه ان انا عندي جبنه رومي ولانشون عشان احنا في ايام الدراسه وعملنا سندوتشات للولاد، ما نعملش احنا بقى سندوتشين لينا ندلع بيهم نفسنا. جبت كده قطعه من الجبنه الرومي وحطيت على كل سندوتش قطعه منها. وكمان كان عندي لانشون وهحط برضو اللانشون. وزي ما انا قلت لكم، هو في مرحله البيض بالفلفل انت ممكن تكتفي بالمرحله دي عشان فعلا البيض مع الفلفل طعمه حلو جدا جدا يا بنات. بدات بقى ان انا اقفل السندوتشات بتاعتي، وهبدا بقى ان انا احمصها في السمنه البلدي. تحميص السندوتشات وطعم السندوتشات في السمنه البلدي خطير يا بنات. وزي ما انا قلت لكم دلوقتي بقى الجبنه الرومي بقى هتسيح. انا هديت النار في المرحله دي عشان لو نعمل كوبايه الشاي لازم تهدي النار خالص، وتقعدي تضغطي بقى بالمعلقه بتاعتك على السندوتش علشان يتحمص. وفي الفتره دي هدي النار عشان الجبنه الرومي تسيح. فعلا الجبنه الرومي ساحت وكان طعم السندوتشات جميل. انا فعلا كنت مبسوطه وانا باكلها. فعلا سندوتشات السعاده، طبعا احنا في شغلنا طول اليوم والولاد وهلك وكده، حاولي ان انت تفرحي نفسك بحاجة بسيطة، يعني بحاجة بتحبيها. قاعدة مع نفسك لو شوية، مثلا في الوقت ده بيكون مثلا البيت فاضي عليكي، اقعدي مع نفسك كده، رتبي افكارك، شوفي هتعملي ايه، عايزة تعملي ايه. فدي الوقت نفسك ودي لنفسك بريك. فاما البريك بتاعك يكون حلو او بحاجة حلوة بيفرق معاكي جدا، وبيفرق مع نفسيتك، وبيفرق معاكي في يومك. هتقدري ان انت تكملي اليوم. يعني من الحاجات الصغيرة دي فعلا كستات لينا بتفرق معانا جدا وبتحسن مودنا جدا. وطبعا تخلينا نكمل اليوم مع الولاد من بين الدراسة وبين دروس وبين مذاكرة. ففعلا اليومين دول ربنا يعين عليهم، ايام الدراسة بتبقى ايام صعبة جدا. السندوتشات كده طلعت وتحمصت وكانت حلوة جدا، والجبنة الرومي ساحت. فعلا سندوتشات السعادة يا بنات. كافئي نفسك بحاجة بسيطة، اقعدي مع نفسك ودي لنفسك بريك، وقفي دماغك عن التفكير شوية. لازم ناخد هدنة عشان نقدر ان احنا نكمل. فكافئي نفسك ولو بحاجة بسيطة. زي شايفين السندوتش، وطبعا كان طعمه تحفة. جربوه والله طعمه جميل جدا. جبنة الرومي كانت سايحة وكان طعمها حلو. ممكن نكتفي بالبيض بالفلفل بس، يعني ما تعقديش نفسك. المهم اعملي لنفسك حاجة حلوة وكافئي نفسك بيها، وارضي نفسك من جوه كده مع كوباية الشاي بتاعة الصبح بقى في الروقان. ومحدش بيقولك هاتي شوية يا ماما، فليها طعم تاني. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو انت معايا لحد هنا او وصلت لحد هنا ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك في القناة، وجربي السندوتشات دي فعلا هتفرق معاكي جدا. طعمها حلو وسهلة وسريعة وتغيير في الفطار. هتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي. مع السلامة.